حاجة عظيمة وحاجة محترمة ما بتحصلش إلا من كبير القارة وزعيمها النادي الأهلي بطل القرن، أعظم نادي في الكون. بعد التنازل من النادي الأهلي عن حقه في مباراة السلة والاتحاد السكندري في كأس السوبر، الأهلي في بيان رسمي بعته للاتحاد السلة إن هو متنازل عن كل حقوقه دعما لجمهور الاتحاد. واللي حصلت بعد الأحداث اللي حصلت في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في صالة الدكتور حسن مصطفى ب6 أكتوبر، والكابتن محمود الخطيب والأستاذ محمد مصلحي إخوات مش ولاد عم. وإن شاء الله بتتم بصفقة مروان عطية للنادي الأهلي قادما من الاتحاد السكندري، وضربة معلم. واللي مش مشترك معانا في القناة يتكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مرة تشوفنا او اول مرة تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. وميدو ضيع الاسماعيلي، واحمد ابو الفتوح عمل اللي محدش عمله مع مرتضى منصور في السنوات الاخيرة كلها. راجل. وسيدات الاهلي فرم سيدات الزمالك. سيدات النادي الاهلي يا سادة بعد الفوز الكبير قوي النهارده على الزمالك، تقدر تعد ونقول العاب الصالات والالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، الاهلي وصل ل24 واحد للزمالك هذا الموسم. فوز الاهلي على الزمالك في كل الالعاب، الصالات الجماعيه والفرديه وفي الشباب في كره القدم وفي كل حاجه. ان شاء الله باذن الله دايما الاهلي متفوق بعد اكتساح كبير قوي من سيدات النادي الاهلي لسيدات الزمالك النهارده، وفوز غالي وكبير. المباراه انتهت بفوز الاهلي 122 مقابل 52 للزمالك، فرق 70 بونت في كرة السلة للنادي الأهلي في مباراة واحدة. تخيلوا 70 بونت في مباراة واحدة يا جماعة. الله على سيدات الأهلي والله على الأهلي. إن شاء الله كله يفرح إن شاء الله بإذن الله، وربنا يكرم في اللي جاي في كل الألعاب. وفي مباراة كرة القدم إن شاء الله يوم 21 يناير هندوس عليهم بإذن الله إن شاء الله. وأحمد حسام ميدو ضيع الإسماعيلي في 3 مباريات، أو أول 3 مباريات. أحمد حسام ميدو المدير الفني الفاشل اللي مسك قبل كده الإسماعيلي وما عملش حاجة وخلع وطار. النهاردة اتغلب من حرس الحدود 2-0، شال هزيمة تانية بعد هزيمته الأولى في ولايته التانية مع الإسماعيلي 3-0 من الزمالك، بعدها تعادل وبعدها اتهزم النهارده 2-0. يعني في اول 3 مباريات لاحمد حسام ميدو بتسع نقط حصل على نقطة واحدة. ادي الاسماعيلي. عارفين ده كله بسبب ايه؟ بسبب ان الاهلي ما بيروحش الاسماعيلية يا جماعة. الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلية ليه؟ هو كده كل ما حد يتزنق في حاجه يقول لك ما علشان الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه، ما علشان الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه. طب جابوا جريدو وجريدو خد بعضه ومشي وما نفعش. جابوا احمد حسام ميدو، وحاليا دلوقتي احمد حسام ميدو في 3 مباريات ما خدش غير نقطه واحده من 9 نقط. وحاليا دلوقتي يحيى الكومي رئيس الاسماعيلي قدم استقالته وخد بعضه وخلع وطار وساب الاسماعيلي غرقان في هبوطه وفي ديونه، ومحدش عارف مصيره ايه. بس يا ريت ما يرجعش اتحاد الكره والحكام ويساعدوا الاسماعيلي زي الموسم الماضي بعد ما كان خلاص بيصارع على الهبوط علشان يقعدوه، علشان ما يقولكش الاهلي هو اللي مضيع الاسماعيلي. لان اللي كان ماسك الاسماعيلي ونجح معاه بعض الشيء
هو ايهاب جلال المدير الفني اللي كان ماسك الاسماعيلي قبل ما يروح بيراميدز، علشان لما راح بيراميدز خد فخر الدين بيوسف ومحمد عواد مشي وما اعرفش مين مشي، فطبعا ايه الاسماعيلي فضي، وكانوا بيضحكوا عليهم وبيقول لهم ايه الاهلي هو اللي بيضيع الاسماعيلي. واحمد ابو الفتوح عمل اللي محدش عارف يعمله مع مرتضى منصور في السنوات الاخيره. بعد تقدم او تقدم النهارده احمد ابو الفتوح بشكوى رسميه ضد مرتضى منصور، وقال انا مستعد للتحاليل بس في اتحاد الكره، علشان هو سب وقذف علني. وده كده كده الفيفا بيديني الحق ان انا افسخ عقد في اي وقت من نادي الزمالك. وعلى فكره يا جماعه، احمد ابو الفتوح مش هيروح الاهلي ولا هيروح اي نادي في مصر. احمد ابو الفتوح جاله عرض من فريق في تركيا، واحتمال كبير قوي قوي هيكون على اخر يناير في تركيا ان شاء الله، بس بعد فضيحة مرتضى منصور. ليه؟ قال لك مش قاعد تاني، وهياخد بعضه وهيطير على تركيا وهيفسخ العقد. ولو الخطوة الأولى اللي اتخذها ما نفعتش في الاتحاد المصري لكرة القدم واتحاد الكرة ما ساعدش أحمد أبو الفتوح على فسخ عقده من مرتضى منصور، هياخد بعضه ويطلع على الفيفا، وكده كده هياخد حقه في فسخ عقده لأن مش هيلعب. بس في حاجة تانية، عبد الله جمعة بعد ما اعتذر ورجع بقى، ليه لما راحت منظمة تحليل المخدرات ماشي او تحليل المنشطات راحت نادي الزمالك، عبد الله جمعة ما كانش موجود ليه؟ او اول ما شافهم خلع ومشي ليه؟ ما قعدش ليه وحلل بعد ما اعتذر؟ واحمد سيد زيزو اللي بقاله 4 سنين في الزمالك ما غابش يوم واحد عن التدريب، اشمعنى في اليوم اللي راحت فيه منظمة تحليل المنشطات لنادي الزمالك علشان تحلل عينات اللعيبة خد بعضه والتاني ومشي ومحدش قاعد؟ ويا ريت في الختام يا سادة كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وربنا يا رب يكرمنا ويوفق النادي الأهلي فيما هو قادم إن شاء الله. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.